اتعودنا من مايكروسوفت انها دايما بتتاخر في اي تكنولوجي ترند بيطلع، ولو لحقت الحلول اللي بتقدمها ما بتكونش احسن حاجه، زي سوق السمارت فونز اللي دخلوا فيه عن طريق استحواذهم من شركه نوكيا، وفي الاخر الصفقه دي كلفتهم حوالي 7 مليار دولار وما قدروش ان هم ينافسوا ابل فيه. ولما حبوا ينافسوا في سوق الديجيتال ميوزك نزلوا مايكروسوفت زون، وده كان داخل ينافس الايبود لكنه خرج تاني على طول. لكن في مجال الاي اي مايكروسوفت المره دي اخيرا سابقه منافسينها بخطوه. مايكروسوفت في 2019 استثمرت مليار دولار في شركه اوبن اي اي، واللي عملت بعد كده شات جي بي تي، ووصلت الاستثمارات دي ل 10 مليار دولار عشان يكون ما بينهم شراكه تسمح لمايكروسوفت ان يكون ليها حق حصري في استخدام تقنيات شركه اوبن اي اي في مجال الذكاء الاصطناعي في المنتجات اللي بتقدمها مايكروسوفت. والسنه دي بالذات بدانا نشوف اثر الاستثمار ده في المنتجات اللي بتقدمها مايكروسوفت. فعندك مايكروسوفت بينج، محرك البحث اللي محدش بيعبره اساسا، دلوقتي بقى بيستخدم شات جي بي تي 4، وضايف عليه كمان حاجات لطيفه جدا زي انه بيديك المصادر للنتائج اللي بيديها لك في الشات، وبيديك امكانيه انك ممكن تحفظ نتائج الشات ده او تعمل لها اكسبورت على الوورد، وبيقدم لك شويه فيتشرز لطيفه ثانيه زي انت مثلا لو جعان فممكن يقترح لك مطعم وممكن يحجز لك كمان فيه عن طريق اوبن تيبل، ولو عايز تتفرج على فيلم ممكن يقترح لك فيلم يناسب المود بتاعك ويشغله لك على ابل تي في. من بعد ما الابديت ده نزل في فبراير اللي فات البحث على كلمه بينج زاد بنسبه 700%، وعدد الاكتيف يوزرز في اليوم وصل على بينج ل 100 مليون يوزر. خليني اقول لك ان جوجل بتسيطر على 93% من سوق السيرش انجنز، وبينج مع المعمعه دي كلها وصل ل 3% بس، لكنه بدا يدخل في الصوره تاني وفي المنافسه بعد ما كان حاجه منسيه. مايكروسوفت كمان اعلنوا عن ميزه جامده جدا هتطور من كل منتجاتهم، وهي مايكروسوفت كوبايلوت، وده هيكون زي اسيستنت معاك هيساعدك جوه برامج مايكروسوفت انك تنجز اللي انت عايزه بفاعليه كبيره. فمثلا في البراوزر بتاع مايكروسوفت ايدج الكوبايلوت هيساعدك انك تدور على الحاجات اللي انت عايزها في التابات المفتوحه، ويساعدك في كتابه اي كونتنت جوه الويب سواء رساله ايميل بوست اي حاجه. والكوبايلوت هنا لازم يكون موجود في اهم منتجات مايكروسوفت، الاوفيس طبعا. فعندك في الوورد الكوبايلوت هيساعدك جدا في الكتابه، فممكن هو يكتب لك مقال في الحاجه اللي انت عايزها وانت بس تعدل عليها بعد كده بطريقتك. وبنفس الطريقه في الباوربوينت هيساعدك جدا في التصميم وفي محتوى البرزنتيشنز. في الاكسل هيسهل عليك الدنيا جدا، وممكن كمان يعمل لك دايجرامز من اي داتا انت عايزها. وفي الاوتلوك الكوبايلوت هيساعدك انك تكتب ايميلات كامله، وكمان تتحكم في التون بتاعها سواء هي فورمال فريندلي دلع كده. وفي مايكروسوفت تيمز الكوبايلوت هيقدم لك فيتشرز جامده جدا، فانت لو ما عندكش وقت وفي ميتنج فيه رغي كتير فممكن تطلب منه انه يلخص لك اللي حصل في الميتنج ده كله. لا ده كمان والميتنج شغال انت ممكن تطلب منه يلخص لك ايه اللي بيتقال في الميتنج ده، ولو عايز معلومات عن اي حاجه من الكلام اللي بيتقال يديك عليها رد على طول. وعشان تكون الفعاليه الاقصى حد عمل تول اسمها باور اوتوميت. فانت مثلا لو عندك مشكله في الشغل وعايز تنجز الموضوع بسرعه فممكن تقول للكوبايلوت والله اعمل لي شات جروب على تيمز وحط لي فيه التيم الفلاني ودور لي على حل المشكله دي وحط لي احسن حل على الشات، وهو هيقوم الشغلانه دي عنك وانت تحت اللحاف. الموضوع بصراحه مبشر جدا، ومتوقع ان احنا نشوفه قريب في اوفيس 365، وده هيقوي موقف مايكروسوفت اكتر واكتر في الخدمات اللي بتقدمها للافراد والشركات. بس تفتكر جوجل هتسكت عن الكلام ده، بالذات ان مايكروسوفت بتخبط في اهم منتج عندها وهو السيرش انجن؟ فاستنوا الحلقه الجايه عشان نشوف جوجل هترد على القلق اللي عاملاه مايكروسوفت ده ازاي.